يبدو أن الوقت قد حان لإذابة الجليد الذي أحاط بالعلاقات التركية الروسية، فبعد أزمة دبلوماسية دامت 9 أشهر على خلفية إسقاط الطائرة الروسية بسلاح الجو التركي، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سان بطرسبورغ في أول زيارة يقوم بها الرئيس التركي منذ فشل محاولة الانقلاب الأخيرة والتي قامت على إثرها السلطات التركية بحملة اعتقالات واسعة. بعد يومين من محاولة الانقلاب اتصل بي الرئيس بوتين ليعبر لي عن أسفه لما حصل، لكنه لم ينتقد حملة الاعتقالات التي طالت العسكريين والموظفين. في المقابل عدد من الأصدقاء الأوروبيين اتصلوا بي ليقولوا: لماذا تم اعتقال هذا العدد من العسكريين؟ لماذا تم اعتقال هذا العدد من الموظفين؟ أنا لا أسأل هذه الأسئلة. إحساس بالخيانة وصدمة من موقف الأمريكيين والأوروبيين ما دفع أردوغان إلى البحث عن شريك جديد. الملف السوري أبرز ملف مطروح على طاولة الحوار بين الرئيسين، رغم أن موقفيهما على طرفي نقيض، لكن أنقرة تعمل من أجل إفساح المجال لموسكو لوضع لمساتها على الحل المأمول. إضافة إلى ذلك تربط البلدين علاقات اقتصادية كبيرة تعود عليهما سنويا ب30 مليار دولار، كما أن تركيا تستورد حوالي 70% من الغاز الروسي، ما يمكن تسميته إدمانا استراتيجيا. يرى بوتين في محاولة الانقلاب الفاشلة فرصة لاستقطاب أردوغان وطرح نفسه بديلا استراتيجيا لتركيا، فيما يسعى أردوغان في الجهة الأخرى لإعادة العلاقات الاقتصادية. بين هذا وذاك تظل الأزمة السورية مشتعلة في انتظار ما سيفرزه لقاء الرئيسين.